ليه المصريين دايما اساسي في عزومات رمضان اول يوم محشي وبط؟ ليه معرفش. يعني ممكن تقريبا شكلي الحته كده دي، ايوه، من زمان كده، اللي هو اصلا اجدادنا بنبقى مستنيين اليوم ده ان احنا نتجمع وناكل محشي، بط، مكرونه بشاميل، رواق الاكل بقى له المصري الجميل ده التقيل ده. ده بس حقيقي. وبيحلى مع اللمه اكتر الصراحه. مفيش احلى من اللمه بصراحه، اه اللمه والله. بتحلي اي مكان واي حاجه في رمضان او بره رمضان يعني. صح. بس اساسي شهر رمضان بيجمعنا وبيلمنا وبيقرب البعيد والقريب، ودايما بيبقى ليه اجواء حلوه كده. يعني بيبقى شهر مختلف عن طول السنه. دي حقيقه. ومن اهم الحاجات اللي احنا بنهتم بيها في رمضان وبيبقى رمزه مهم قوي الفانوس. اه يعني بتلاقي كده قبل دخول شهر رمضان علينا بشهر، بتلاقي الشوارع كلها والمحلات كلها معلقه الفوانيس، وبتشوفي اشكال والوان واحجام، فبتبقى حاجه كده يعني. الفانوس ده رمز لرمضان رمضان. طول السنين. فاحكي لنا كده عن الفانوس، تفتكري هو مين اخترعه او فكرته جات ازاي؟ بصي هقول لك، هو طبعا الفانوس بالنسبه لنا يعني بحس ان هو شيء اساسي في رمضان، وان هو لازم كده اصلا ان يكون ايه في فوانيس كده في البيت والزينه وفي الشوارع وكده. ففكره الفانوس بيبقى فيها اصلا في الحته دي كذا روايه. في روايه كانت بتقول اصلا ان فكره الفانوس ابتدت في العصر اصلا الفاطمي، اول لما جه المعز للدين الله الفاطميه ودخل مصر. فالناس كانت بترحب بيه بالفوانيس والمصابيح، عشان هي كانت اصلا الفوانيس هي الاساس بدل اصلا الكهرباء. فالناس كانت بترحب بيه. فالحته دي ابتدت ان هي تتاخد كعاده من هنا. وفي روايه تانية كانت بتتكلم وتقول لا، ان اصلا في رمضان كنا يعني الناس كانت بتصلي تراويح زمان، فكانوا بيشغلوا فوانيس عشان تنور لهم الطريق وتنور لهم المكان. فقالوا برضو ان في الحته دي ممكن يكون الفوانيس، ان خلاص بقى الاطفال بيبتدي ان هي تمسك الفوانيس وتوارثت العاده دي لغايه ما دلوقتي اساس الفانوس في رمضان. بعد الفطار بقى، بعد ما بنديها المحشي والبط، اه بنحط بقى الكنافه والقطايف ده والحاجات اللي اساسي. احنا بصي اساسي في رمضان. ما نستغناش عنها. تفتكري فكره القطايف والكنافه برضو جت ازاي؟ برضو فكرة القطايف والكنافة، يعني بصي الحاجات دي أصلا حاجات قديمة قوي، والناس أصلا إيه توارثتها أصلا، وبيبقى ليها برضو كذا رواية. يعني مثلا حتة القطايف في الحتة دي بيقولوا إن هي بدأت، برضو يقال إن هي من العصر الفاطمي. وفي العصر الفاطمي كان برضو جاي المعز لدين الله الفاطمي، والناس بقى إيه في مصر أهل كرم بقى وعايزين يضيفوه كده. فابتدوا إن هم يجيبوا له القطايف. والناس كانت يعني الشيفات وكده زمان كانوا بيتحاولوا ان هم ايه يتصارعوا عشان يعملوا حاجه كده خفيفه وجميله. فعملوا عجينه بمكسرات، والناس كانت بتلقطها بتاخدها كده على طول، فاتسمت قطايف نسبه ان هو الناس بتلقطها او بتلقطها كده من الصينيه من كتر الحلاوه بتاعتها. والكنافه بقى برضو، يعني لو جينا الحته دي بالقشطه بقى. بالقشطه والكنافه القشطه بقى النابلسي بالمكسرات بقى. يا احنا جوعتيني. في الكنافه بتاعت زمان. يعني الكنافه بتاعت زمان مش بتاعت بقى الكنافه بتاعت دلوقتي. يعني انا اللي هي الكنافه القديمه اللي هي التقليديه دي. برضو في الحته دي كانوا بيتكلموا ان هي برضو ليها كذا روايه يعني وكده. ان ممكن في الحته دي اول روايه خالص كانت في العصر اصلا اللي هو برضو الفاطمي. فكان في الحته دي ان هو بيرحبوا بالناس وبيحاولوا ان هم يعني اول ما بيدخل مثلا شهر رمضان وكده، فبيبتدوا ان هم هناك بقى في القصور وكده للمماليك والامراء يبتدوا ان هم يقدموا لهم الكنافه. وكانوا بيقولوا ان الحته دي اصلا يعني في روايتين. في روايه كانت بتتكلم ان اصلا الكنافه اصلها مصري وبعد كده راحت للشام. دي كده اول حاجه. تاني حاجه ان الكنافه اصلا اصلها شامي وبعد كده جت لمصر. كانوا بيقولوا اصلا ان الكنافه اصلها الشامي كان برضو في العصر اللي هو الاموي. فكانوا بيقولوا ان اصلا معاويه يعني بن ابي سفيان كان بيحس بالجوع قوي في ايام الصيام وبيحب الاكل كده، فهو مش عارف يعمل ايه. كلنا فقال له بنحب الاكل. الدكتور بتاعه ايوه. فقال له الدكتور بتاعه بيقول له يعني اعملي وصفه وقول لي حاجه تسد الجوع بتاعي بس ساعه الصيام. فقال له طيب عليك بالكنافه في السحور عشان ايه تسد الصيام. ومن هنا جت حته الكنافه. الله، الكنافه اه والقطايف. اه والله. اصحى يا نايم واحد الدايم، بنصحى مسحرات. عليها وقت قبل الفجر. الناس كلها بتصحى عشان تتسحر، وساعات يا ماما صحينا ماما تنسى، بنسمع صوت المسحراتي بنقوم على على طول. طول. فكرة المسحراتي برضو جت ازاي؟
فكرة المسحرات دي برضه دي كانت من زمان قوي، دي بقى من العصر ايه يعني، بيقال برضه ان هي في الحتة دي من العصر العباسي. كانوا بيقولوا ان هو اصلا الوالي اصلا نفسه اللي هو اسحاق بن عقبة كان بيلف في الشوارع، وهو اصلا والي بقى مصر ساعتها. كانوا بيقولوا ان هو بيلف اصلا من اول شارع العسكر، وينزل بعد كده يروح عند جامع عمرو بن العاص. فاول لما بيروح هناك الجامع بيبتدي ان هو يمسك عصايه ويبتدي ان هو يصحي الناس عشان تصحى. فاتعمل ده كان كهديه في الاول، فبعد كده توارثت، بقت عاده يعني ثقافيه موروثه هنا عندنا في الثقافه المصريه، ان لا بقى في مهنه للمسحراتي. ومع الوقت بقت معروفه عندنا مثلا في الاحياء المصريه، في واحد معين ممكن هو في ايه اللي كل بيجي الشوارع. بالظبط. بالظبط يجي مثلا ايه ان هو ينادي باسماء الاطفال، قوم يا فلان يا كذا مثلا عشان تصحى تتسحر. تبقى حاجه جميله قوي للاطفال اصلا واحنا وتشجيعيه صغيرين، قوي. يا ماما خليني نادي على اسمي يا ماما. ايوه